القدم جمعت بين الملعب الجابسي والنجم الخلادي والتي دارت في ملعب جابس. جاءنا أن قافلة حافلة لاعبي النجم بن خلاد تعرضت إلى عملية اعتداء أو ما يعرف ببراكاج خارج الملعب في طريق العودة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد سامي مامي نائب رئيس النجم الخلادي. سيد سامي، مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بكافة المشاهدين الوطنية الأولى. سيد سامي، ونحن نأسف لما تعرضتم له، لكن نريد أن نعرف ما حدث بالضبط، ولو تطمئن على صحة الوفد المرافق وكامل وفد النجم الخلادي. والله هو اللي يحصل اليوم هي سابقة في تاريخ كرة القدم الحقيقة، معناها بصراحة في طريق العودة من الملعب دوبا خرجنا من الملعب ب 50 متر، معناها تعرضت لنا ثلة من أحباء الملعب الجابسي وتم توقيف الحافلة والاعتداء علينا بجميع الأنواع نتاع المخلوقات، هي حجارة هي معادن حديدية. بصراحة معناها الحافلة تم تهشيمها بالكامل، والوفد تعرض لبرشا معناها اعتداءات. عندنا 8 لاعبين تم الاعتداء عليهم، الإطار الفني الاعتداء عليه، ولتو احنا في طريقنا العودة في مستشفى المحرق قاعدين نقوموا بالإسعافات الأولية لكامل الوفد. الإصابات يعني سيد سامي؟ الإصابات كلها إصابات في الرأس، وإصابات تفاوتت خطورتها. الإصابة الخطيرة اللي تذكر بصراحة تاع المعد البدني اللي معناها تو تحت قاعدين نعملوا في التصور بالأشعة، وثبت لي الإصابة خطيرة ومش نقوم يمكن يقعد معناها في المستوصف تحت العناية المركزة. نعم سيد سامي، نريد أن نعرف يعني وفد النجم الرياضي الخلادي ألم يكن ترافقه يعني أي وحدات أمنية أو وحدات من الجيش، خاصة من الجابس إلى بن خلاد؟ والله كان ترافقنا معناها، لكن كما تعرف معناها الوحدات الأمنية كانت مش كافية أمام إصرار هذه الثلة من الأحباء للتعرض للهجوم، معناها كانت مصرة إصرار كبير. واليوم كما تعرفوا معناها الأوضاع العون الأمن كما تعرفوا معناها بصراحة يحاولوا يتفادوا كما تعرفوا معناها الضرب والحاجات المباشرة مع المواطن. اليوم كما الأمن قام بالواجب بتاعه الحقيقة، معناها مش معناها رمي الورود، الأمن قام بالواجب لكن ما قاش حل قدام المجموعات هذه الغالب. نعم سي سامي، نريد أن نفهم على الأقل أسباب ودوافع الاعتداء عليكم، هل يعود إلى نتيجة المباراة أم إلى أشياء أخرى؟ والله ما فماش حتى شيء غير نتيجة المباراة. يظهر اليوم كان معناها كان بعلمنا اللي باش يصير لنا شيء هذايا نتيجة مباراة حسمناها فوق الملعب ورانا هزمنا ما غير ما يصير لنا الشيء هذايا، معناها بصراحة شيء لا يطاق. إذن سيد سامي مامي نائب رئيس النجم الخلادي